نشوف احنا اكلنا ايه في حلاوه المولد وهنعمل ايه الفتره الجايه. انت جيتي لي وقلت لي انا اكلت الاتي. انا اكلت واحده من دي، بار سمسميه اهي، دي بالوزن ده في حوالي 150 سعر حراري. طيب اكلنا ايه تاني؟ اكلنا بار حمصيه، زيها بنتكلم في حوالي 150 سعر حراري. اهي دي بقى بار فوليه، فيها حوالي 250 سعر حراري. طيب اكلت انت قلت لي اكلت نوبه. اكلنا نوبه، اكلت واحده، اكلت اتنين. طيب الاتنين دول حوالي 350 سعر حراري. احنا اكلنا ايه تاني؟ اكلنا ايه تاني؟ الملبن طبعا. انت عشان كنتي ملتزمه بقى فاكلتي نص دي، فبرافو عليكي. احنا اكلنا حوالي 200 سعر حراري. الكلام ده كله كده لما نجمعه هنكون دخلنا في حوالي 1000 سعر حراري، وانت كان نظامك 800 سعر حراري. وجايه بقى اصلح لك اللي انت عملتيه. تعالي اقول لك تعملي ايه. يكون في 3 خطوات. اول حاجه ديتوكس. يعني ايه ديتوكس؟ احنا لما بندخل كميه سكريات عاليه الجسم، الانفلاميشن بيزيد والحرق بيقل شويه. فلما اعمل ديتوكس فيه شرايح ليمون، خيار، قرفه، جنزبيل، واسيبهم في الثلاجه مع 3 لتر ميه فتره طويله، وابدا اشربهم على مدار اليوم، ده يبدا يعمل حاجه اسمها ريسيتنج للميتابوليزم، او اعلي الحرق وكفاءته الفتره ما بعد اكل حلاوه المولد. تاني حاجة الرياضة. طبعا احنا دلوقتي الجلايكوجين ستورز بقت على اخرها، الانسولين على اخره، فاحنا عايزين نبدأ نعلي الحرق بتاع الدهون اللي اتخزنت. فابدأ ارجع تاني للرياضة عشان كمان اعمل عجز سعرات واساعد نفسي الفترة الجاية. اخر حل هو الصيام المتقطع، ان احنا نبدأ نصوم الفترة الجاية على الأقل أسبوع، عشان أبدأ أعمل برضو ريسيتنج للميتابوليزم أو أعيد تنشيط الحرق بتاع جسمي تاني. التلاتة دول لو عملناهم ان شاء الله كده ما عملناش اي حاجه في حلاوه المولد، ولا اكلنا ولا عملنا كل البلاوي دي. اتفقنا؟ دمتم بخير، سعاده اختي.